النهاردة ال AI مش مجرد ترند سوفت وير. ال AI هو ثورة في البنية التحتية، وزي ما دايما بنقول إن ال GPU هو المحرك، لكن الشبكة هي الجهاز العصبي. ومع إن انفيديا هي أكبر لاعب في عالم ال AI infrastructure، سواء من ناحية ال GPUs أو النتوركس، بمنتجات زي ال InfiniBand Quantum X أو المنتج الأحدث Spectrum X اللي بتدعم بيه الإيثرنت. فهي بالخطوة دي بتنافس لاعبين تانيين كبار لا يمكن إغفالهم. وعشان تبني AI داتا سنتر حقيقي وتدخل في حسابات كبار المحللين زي جارتنر، الموضوع مش مجرد راوتر وسويتش. الموضوع معادلة لازم يتحقق فيها مجموعة مقومات أساسية، من أهمها الهاي باندويث انترفيسز. فاحنا بنتكلم عن انترفيسز في رينج ال 800 جيج وال 1.6 تيرا، عشان نقدر نستوعب سيل البيانات المتدفق من ال AI workloads. بنتكلم على الهاي باور efficiency، تقنيات زي الليكويد كولينج وال LPOs والكو اوبتيك، لأن كل وات بيتحول لتوفير ملايين الدولارات في الأوبكس. بنتكلم عن الهاي رادكس، بنتكلم عن سويتشز بمئات الانترفيسز عشان نقدر نقلل عدد الهوبس ونبني شبكات عملاقة بأقل تعقيد. نتكلم على الترافيك اوبتمايزيشن فيتشرز، تقنيات زي الديب بافرز والادفانسد لود بالانسنج تكنيكس اللي بتضمن ان الجي بي يو يفضل شغال وما يستناش الداتا. بنتكلم على التليمتري والاوبزرفابيلتي، مراقبة بالسب سكند وكلوزد لوب اوتوميشن، لأن تأخير ملي سكند واحد كفيل بإفشال الجوب بالكامل. النهاردة هنحلل سريعاً مجموعة من أهم اللاعبين في مجال ال AI Data Center، وإزاي قدروا يطوعوا خبراتهم الطويلة عشان يقدموا حلول بتنافس بل وبتتفوق أحياناً على الحلول البروبرياتري بتبنيهم الإيثرنت Open Standards. خلونا يا شباب نبدا باول شركه وهي اريستا، وهي عندها تركيز كبير جدا مع الهايبر سكيلرز. هتلاقي عندها باترن كده ان هي بتشتغل او دايما من الشركات المفضله مع الهايبر سكيلرز. هتلاقي ديبلويمنتس مع جوجل ومايكروسوفت وميتا. ولو هنتكلم على ارقام فهي واخده حوالي 19% من ماركت الايثرنت. معلومه تانية برضو عن اريستا، هي قبل دخولها في مجال الاي اي داتا سنتر كانت مشهوره او معروفه في البورصه او في الول ستريت. في كده ماركت مشهور اسمه الاتش اف تي او الهاي فريكوينسي تريدنج، وده الثانيه او ايفن حتى المايكرو سكند بتفرق في مكسب او خساره ملايين الدولارات. فهم شاطرين ومن زمان بيعملوا اللو ليتنسي ديبلويمنتس بحيث انها تقلل في الباكيت لوس. فهم نقلوا خبرتهم اللي اكتسبوها في البورصه او في الول ستريت نقلوها في الاي اي داتا سنترز. حاجه تانية برضو نعرفها عن اريستا ان هي عندها يعني عندها تركيز شبه كامل على الميرشنت سيليكون. وحيثما ذكر الميرشنت سيليكون فلازم دايما نقول برودكوم. برودكوم عندهم تو شيبس، جيريكو ودي اللي اريستا بتستخدمها في الراوتنج او في الار سيريز بتاعتهم، وعندهم توماهوك وده اللي بتستخدمها اريستا في السويتشنج سيريز او في الاكس سيريز. خلينا بس نركز على توم هوك شويه لان هو في منه تو سيريز مشهورين. توم هوك 5 وده نزل في 2023 فبراير تقريبا 2023، وكان سرعته بتوصل ل 51 تيرا بت بير سكند. توم هوك 6 اللي هو لسه نازل من شهر تقريبا في مارش 2026 سرعته اتضاعفت بقت وصلت ل 102 تيرا بت بير سكند، وده بيسمح لاريستا ان هي توصل لسرعات ال 1.6 تيرا اللي احنا عايزين نوصل لها ان شاء الله. لكن حاليا اريستا ما عندهاش سويتشات بتسبورت توم هوك 6، المفروض اكسبكتد ان هي تنزل في السكند هاف من 2026. كل السويتشات اللي هنتكلم عليها النهارده هي تركيزهم على توم هوك 5 اللي هو سرعته 51 تيرا بت بير سكند وسرعه البورت الواحد 800 جيجا. سريعا بس قبل ما ندخل في البورتفوليو بتاع اريستا اللي هو باي ذا اسمه الايثر لينك، عايزين بس نفهم هي توما هوك او برودكوم بتعمل كده ازاي. ازاي السرعات بتحصل لها تضاعف بالطريقه الكبيره دي. لو خدنا بورت زي ال 100 جيج، هو ما بيبقاش اكشولي 100 جيج، بيبقى مالتبلايد او مالتيبل من بورتات من سبيد اقل شويه زي ال 25 جيجا. يعني مثلا حاجه زي ال 100 جيج بيبقى عباره عن 25 في 4. الاربعه دي هي عدد المسارات اللي برودكوم بتحطها في البورت الواحد او في الشيبسيت الواحده. بالتالي عشان توصل لحاجه زي ال 400 جيجا فانت محتاج تضرب ال 25 دي في 16، وده رقم كبير حتى كهيت ديسيبيشن، رقم كبير قوي ان سويتش يستحمله. عشان كده برودكوم زودت في سرعه المسار الواحد وخلت المسار الواحد بدل ما يبقى 25 خلته ل 100 جيج. بالتالي لما عايز توصل لسرعه ال 400 جيج فانت بتضرب 4 في سرعه المسار بيبقى توصل لل 400 جيج. طب ال 800 جيج بتضرب 8 في سرعه المسار بتوصل لل 800 جيج.
طب عايز توصل ل 1.6 تيرا، 100 في 16 ده رقم كبير. بالتالي اللي عملته برودكوم في توماهوك 6 اللي بالنسبه لها ان هي علت سرعه المسار بقت خلته من 100 جيج لحوالي 224 جيج. فبالتالي 200 في 8 توصل ل 1.6 تيرا اللي انت عايزها في الاخر. فالشاهد يعني ان انت لعبتك في سرعه المسار او بيسموها السيردس او سيرياليزيشن والدي سيرياليزيشن هو اللي بيخلي برودكوم توصل للسرعات العاليه في البورت الواحد. حاجه ثانيه برضو نعرفها عن الفرق ما بين توماهوك 5 وتوماهوك 6. توماهوك 5 جايب دقه تصنيع 5 نانومتر، توماهوك 6 جايب دقه تصنيع 3 نانومتر. الفرق ما بين السايز ده خلى الهيت يقل شويه وبالتالي الباور يقل شويه. لكن اوفر اول ما دام السايز بتاعه قل فهو عدده بيزيد فالاوفر اول هيت عامه بيزيد. وبالتالي اريستا عملت حاجه كده ظريفه او كونستوريوم كده ظريف اسمه الاكس بي او، جمعت انتل وكوهيرنت واكتر من حد من هم بيصنعوا الترانسيفر. وباي ذا واي الترانسيفرز او الاس اف بي اللي بتتركب في السويتشات هي واحده من اكبر الحاجات، تقريبا بتمثل 60% من الحراره الناتجه من السويتش الواحد. عملوا كونستوريوم زي ما بيقول كده بيسموه الاكس بي او او الستاندرد الجديد اسمه الاكس بي او، بحيث ان الترانسيفر نفسه اللي بيتركب في السويتش يدخل في دوره التبريد او في الليكويد كولينج بتاعه السويتش. فبالتالي الليكويد كولينج اللي هو جاي من السويتش بيعدي على الشيبسيت بتاع برودكوم توماهوك 5 او 6، بعد كده بيدخل على الترانسيفر كمان ويرجع تاني يعمل الهيت بتاعه او يصرف الهيت بتاعه. فده كده ستاندرد كويس بحيث كمان يخلي الترانسيفر جزء من الليكويد كولينج. تعالوا بقى حاليا نعرف ايه البورتفوليو او الايه او اللي بتقدمه اريستا في الجزء بتاعها سواء سويتشنج او راوتنج. وباي ذا واي لما بنتكلم على الراوتنج في اريستا فاحنا بنقصد بيها تحديدا السباين. الراوتر في اريستا هو اكشولي سباين. نبدا باول حاجه الليف سويتشنج. عندهم عندهم موديل اسمه 7060 اكس 6، ده بيزد على توماهوك 5 اللي هو 5 نانومتر 51 تيرا بت بير سكند. ده جاي ب 2 ار يو 2 راك يونت او السايز بتاعه 2 راك يونت وشغال في الليف والتوب فراك سويتشنج. ده جاي بسرعه 64 او جاي البورتات بتاعته 64 بورت، في البورت الواحد بيسبورت ال 800 جيجا زي ما قلنا. في هينزل السيريز اللي بعدين ان شاء الله هيبقى في السكند هاف 2026 7060 اكس 7، وده اللي هو المفروض يسبورت ال 1.6 تيرا. ده كده في جزئيه الليف سويتشنج او توب فراك سويتشنج. في جزئيه السباين او الراوتنج سيريز فهم عندهم ال 7800 ار 4، وده موديلر راوتر تقدر تركب فيه كروت بحيث توصل عدد البورتات اللي فيه ل 576 بورت، كل بورت منهم 800 جيجا. رقم كبير كرادكس، مش الاكبر في الماركت. حاجه تانية برضو بيسبورتوها عندهم في الراوتر ده او في السباين تكنولوجي بيسموها الهايبر بورت. دي قريبه جدا 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 من ام سي لاج او المالتي شاسي لاج بس شغاله بطريقه تانية مختلفه. هي ببساطه ان انت ممكن تجمع 4 لينكات مع بعض وهم يبانوا كانهم فيزيكلي بورت واحد بس. ده بيعملوا لينك اجريجيشن او اللاج بي بروتوكول، بس هنا ما بيعملوش على ليفل البروتوكولز، بيعملها على ليفل الفيزيكلي الاسك نفسه. الاربع بورتات جوه بيبقوا مربوطين مع بعض، ولما بيجي مثلا باكيت واحده بتتقسم، الباكيت الواحده بتتقسم لسيلز والسيلز بتتبعت على الاربع لينكات في نفس الوقت. وده بيخلي السويتش الناحيه الثانيه لازم برضه يكون اريستا. لان انت لو فكر كده فيها الايثرنت باكيت بتبقى عباره عن ايه؟ بتبدا ببري امبل وبتنتهي بسي ار سي. فانا لو بعت او قسمتها لاربع اجزاء وبعتهم على لينكايه والناحيه الثانيه ما كانش اريستا او ما كانش بيفهم السيلز اللي جات لي دي كلها، هيبقى بالنسبه له جاي له رابتش، هيعمل دروب للباكيت دي كلها. لكن لو اريستا سويتش الناحيه الثانيه هيفهم ان في سيل جايه له فهيجمع الباكيت دي في الاخر ويدخلها في البايب لاين. فالشاهد يعني التكنولوجي دي اسمها هايبر بورت، بتخلي الباكيت الواحده بتتقسم اربع اجزاء مختلفه اللي هي سيلز وتتبعت على 4 لينكات في نفس الوقت. ده على حسب تقارير من اريستا خلت الجوب كومبليشن تايم يقل بنسبه 44%، رقم كبير. وبيزد عليها قدموا البورتفوليو الثالث بالنسبه لهم اللي هو الدي اي اس، الديستريبيوتد ايثر لينك سويتش. ده جاي 27000 بورت، كل بورت منهم 800 جيجا. طبعا ده مش في سي واحد اكيد يعني او موجود في جهاز واحد بس، لكن عباره عن سويتشات كتيره ليف وسباينز ما بينهم اللينكات بتاعتهم وشغالين بتكنولوجي زي السيل فابريك او السكيدوليت فابريك. فهو كباكت جاي له من بره من ناحيه السيرفر، من ناحيه الجي بي يو سيرفر مثلا جاي له ايثرنت، لكن بيتقسم كسيلز وبيتبعت على كل اللينكات اللي موجوده في الفابريك الكبير ده. اريستا بتقول ان ال 27000 بورت دول بيبانوا كلهم كانهم سويتش واحد كبير شغال بالسكيدول فابريك. النقطه الثانيه برضه هم زودوها كفيتشر عندهم، بداوا يعملوا فكره الكريدت، ودي فكره مشهوره قوي او هي الانفيني باند من ناحيه انفيديا كانت قايمه عليها.
ان قبل ما البورت كسورس يبعت للديستنيشن الناحيه الثانيه لازم يتشيك الاول هل عنده باندوث كفايه او هل عنده كيو كفايه يحط الباكت دي ولا لا. لو عنده كيو هيبدا يبعت له، لكن لو كانش عنده الكيو فكده غالبا هيحصل كونجيشن وهيحصل دروب. فاحنا قبل ما نعمل كونجيشن مانجمنت عامه نتاكد هل الناحيه الثانيه عندنا او هل الديستنيشن في مكان نحط فيه الباكت دي ولا لا. ده شبيه جدا يعني 90% من اللي انفيديا بتعمله النهارده في الانفيني باند في الكريدت بيز سيستم عندهم. هتاخد رايي يعني هو الى حد ما مقلق، لان احنا كنا عايزين نهرب من سيطره انفيديا وان هي ما بتعتمدش على الايثرنت عامه، وان ده مش يعني ما فيش انتر اوبرابيلتي ما بينها وبين فيندورز التانيين في الفابريك بتاعها. ده اللي غالبا اريستا حاليا بتروح ليه سواء في الهايبر بورد وسواء في السكيدولت فابريك او في دي اس فابريك، ان هو الفابريك كله لازم يكون اريستا عشان يعرف يفهم بعضه. خلينا نشوف مع بعض هيوصلوا لحد فين، هل الماركت هيستقبل ازاي حاجه زي كده. اخر جزئيه هنتكلم فيها عندنا هي فكره الاوبزرفابيلتي. ايه التولز اللي النهارده اريستا بتقدمها عشان تمونيتور الاي بي فابريك او تمونيتور الاي اي داتا سنتر فابريك. هم طبعا زي ما انتم عارفين عندهم كلاود فيجن، هم حطوا عليه اكستنشن زياده للاي اي، بدا يقدر كمان او عنده كابابيلتي دلوقتي ان هو يكويري الجي بي يوز، يفهم ياخد منها التليمتري ويفهم الجوب الفلانيه لما اتاخرت كان ايه الايفنت اللي حصل عند اريستا في نفس الوقت، وبالتالي يعمل كورليشن ما بينهم هما الاثنين. فعامه هم عندهم ستوري اند تو اند ستوري من ناحيه الاي بي فابريك، من ناحيه السويتشنج، من ناحيه الراوتنج اللي احنا فهمنا ان هو سباين، من ناحيه السكيدولت فابريك اللي هو الى حد ما حاجه خاصه بس حاجه خاصه باريستا، ومن ناحيه الاوبزرفابيلتي. كده احنا خلصنا اريستا. هنتابع مع بعض ان شاء الله في الحلقات الجايه الماركت شير بتاعهم ماشي ازاي بعد الاعلانات الكتيره اللي هم عملوها. نتنقل من هنا ان شاء الله لجونيبر ونشوف هم بيعملوا ايه. ومن أريستا بننتقل ل HPE Juniper Networks، الفندور المفضل للتلكوز والسيرفيس بروفايدرز حول العالم، وواحدة من الشركات القلائل اللي بتقدر تعتمد على الكاستم شيبسيت الخاص بيها زي الإكسبريس 5 في البي تي اكس سيريز. وفي نفس الوقت جونيبر بتعرف إمتى وفين تستخدم الميرشنت سيليكون زي البرودكوم توماهوك في الكيو اف اكس سيريز. ومع منصة أبسترا اي بي ان فهي الفندور الوحيد اللي بيدعم الثيرد بارتي فيندورز على القائمة بتاعتنا النهاردة، ومن أكثرهم اعتماداً على الإيثرنت أوبن ستاندردز، خصوصاً مواصفات اليو اي سي أو الألترا إيثرنت كونسورتيوم، وبعداً عن الفندور لوك إن سولوشنز. المزيج الاستراتيجي دوت هو اللي بيخلق لنا يونيفايد اي اي فابريك ملوش مثيل. في طبقة الليف بنقدر نستخدم الكيو اف اكس سيريس زي الكيو اف اكس 5240 والكيو اف اكس 5250 المدعومين بالتوماهوك 5 و6. الجهاز دوت هو وحش الهاي رادكس، بيقدر يقدم 64 بورت 800 جيج في مساحة 2 راك يونت بس، و64 بورت 1.6 تيرا في حالة ال 5250. أما في طبقة السباين فممكن نستخدم ال BTX 12K بمعالج الإكسبريس 5 اللي بيجي بهاي رادكس الأعلى بين المنافسين 684 800 جيج في تشاسي واحد. هنا بنشوف قوة الكاستم سيليكون في أبهى صورها، لأن البي تي إكس بيمتلك ألترا ديب بافرز معتمدة على الهاي باندويث ميموري أو ال HBM اللي بتوصل ل 128 جيجا. وظيفتها الأساسية هي امتصاص الانكاست ترافيك العنيف اللي بينتج من محاولة مئات أو آلاف الجي بي يوز إن هي تكلم جي بي يو معين وقت الأور ريديوس أوبريشن، وده اللي بيحمي الشبكة من الباكيت لوس ويقلل الجوب كومبليشن تايم. وباستخدام الدايناميك لود بالانسنج فالهاردوير بيقدر يديتكت الفلوليتس المختلفة جوه الفلو الواحد بذكاء ويوزعها على الفابريك لينكس، فيمنع الكونجيشن ويحسن أداء اللوسلس فابريك، ويضمن إن الجي بي يوز تفضل شغالة بأقصى كفاءة. ميزة الدي ال بي بالمقارنة بحلول تانية زي السيل سبراينج إنه ما بيحتاجش إن النود اللي قصاده تعمل ري اوردرنج للسيلز، وده اللي ممكن يحطك في فيندور لوك ان سيتويشن. من السينرجيز الجميلة اللي حصلت بعد استحواذ HPE على جونيبر هو الاعتماد على تقنيات HPE في الليكويد كولينج، واللي خلت أجهزة زي ال BTX 12K وال QFX 5250 بتتوفر بنسخ مخصصة
بتحتوي على كولد بليتس مصنعة بتقنيات HBE. الألواح دي بتغطي الإيسكس سواء كان الإكسبريس أو التوماهوك ومنافذ الأوبتكس، وبتزيل الحرارة مباشرة عبر سائل التبريد بنسبة كفاءة بتوصل ل 95%، مقارنة ب 30 ل 50% من التبريد بالهواء. وده اللي بيقدر يوصل باستهلاك الطاقة ل 1.7 واط إلى 2 واط لكل 100 جيج. ومع جونيبر أبسترا أنت عندك سينجل سورس اوف تروث بيدعم الثيرد بارتي فيندورز زي سيسكو وأريستا وكمان سونيك، ودي ميزة تنافسية كبيرة. النظام دوت بيعمل continuous validation لحظي، يعني بيقدر يقارن نيتك أو الانتنت بتاعتك في التصميم بالواقع الفعلي للشبكة. ومن هنا جت فكرة الانتنت بيزد نتوركينج اللي بتتميز بيها أبسترا بلاتفورم. وبالتكامل مع الهاردوير اكسلريتد تيليمتري بقى عندنا القدرة إننا نرصد المايكرو بيرسيتس اللي مدتها جزء من الملي ثانية. خلونا دلوقتي يا شباب نتكلم عن سيسكو بعد ما اتكلمنا عن اتش بي جونيبر واريستا. سيسكو هي الفندور الثالث في الماجيك كوادرانت، وهي سيسكو زي ما انتم عارفين هي ما بتبيعش مجرد بس سويتشات، هم عندهم دايما كونسبت الوان ستوب شوب، فهو بيبيع السويتشنج والراوتنج والفابريك والسكيورتي وايفن حتى الكمبيوت، وايفن زي ما هنعرف كمان الترانسيفر. يعني الكمبيوت عندهم اليو سي اس اكس سيريز ده جاي بانفيديا جي بي يو، وكمان الترانسيفرز اللي سيسكو كمان بتصنعها، بتصنع العدسات، بتصنع الدي اس بي موديلز الموجوده عندهم. فهم عندهم كنترول او فول سبلاي تشين كنترول لكل حاجه هم بينتجوها. لو هنتكلم على الارقام فهم من حجم الماركت حوالي من 25 ل 27% من ماركت الايثرنت. سيسكو من 2019 واخده نهج كده ان هي بتصنع السيليكون بتاعها او بيسميه سيليكون 1، ما بتعتمدش على ميرشنت سيليكون. في جزء عندها بس غالبا بيروح للانتربرايز. لو نتكلم على السيريز هم عندهم الجي 200 ده سيليكون 1، دي سيريز من السيليكون 1، دي مقابله لبرودكوم توماهوك 5. السرعه بتاعتها 51.1 تيرا بت بير سكند، دقه التصنيع 5 نانومتر، وانتجت في 2023 تقريبا. يعني برودكوم عملتها اول السنه دي او اول 2023، سيسكو نزلتها اخر نفس السنه، اخر 2023. السيريز اللي بعد جي 200 هي جي 300، واللي سيسكو اعلنت عندها في سيسكو لايف في فبراير 2026، ودي المقابله او الرد من سيسكو على برودكوم توماهوك 6، وهي جايه برضه بنفس السرعه 102 تيرا بت بير سكند بدقه تصنيع 3 نانومتر. الاستراتيجي بتاعت سيسكو في الاي اي داتا سنتر نقدر نقول هم واخده من الدي ان اي بتاع سيسكو، وان ستوب شوب. احنا هنبيع كل حاجه مع كل الناس. اولا عندهم بارتنرشيب كبيره جدا مع انفيديا، واكشولي العلاقه مع انفيديا غريبه برضو شويه. هي انفيديا جت فتره لما كانت بتحاول تبيع الهايبر سكيلرز، لقوا ان الهايبر سكيلرز مش عايزين يشتروا منهم لانهم مش عايزين يقعوا تحت مغسله انفيديا طول الوقت. هي انفيديا عندها الجي بي يو وعندها السيرفرات، وكمان عايزه تبيع لهم كمان النتورك وبتدي لهم البروتوكولز بتاعتهم مش الايثرنت. فانفيديا لما لقت ان الهايبر سكيلرز ما بيفضلوش الموديل ده اتليست في النتوركينج، عملت بارتنرشيب مع سيسكو، وبارتنرشيب غريبه فعلا. هتدي لسيسكو الشيبسيت بتاعتها، يعني انفيديا هي اللي بتعمل الشيبسيت، هتديها الشيبسيت لسيسكو، وسيسكو هتبقى مسؤوله عن البوكس نفسه، مسؤوله مثلا عن البي سي بي، مسؤوله عن البورتات، مسؤوله عن الكولينج، مسؤوله ايفن حتى عن السبورت. يعني لما تيجي مثلا مشكله في السويتش ده، انت ما بتفتحش كيس مع انفيديا، بتفتح كيس مع سيسكو، لان هو السويتش متباع من سيسكو، لكن انترنالي الشيبسيت نفسها جايه من انفيديا. السويتش اللي هم نزلوه كان اسمه الان 900 اف، وده زي ما قلنا كده هو البوكس من سيسكو لكن انترنالي من انفيديا. كرد للجميل، حصل ان سيسكو بقت هي الفندور الوحيد سيرتيفايد ان هو يشتغل على السبيكترم اكس من ناحيه انفيديا. انفيديا جت في فبراير 2025 عندهم بلاتفورم كبيره اسمها سبيكترم اكس، ودي اللي هي بتسبورت الايثرنت مش الانفيني باند زي ما قلنا كده في اول الحلقه. عندنا سبيكترم اكس وكوانتم اكس، جابوا سيليكون 1 من سيسكو وحطوه على البلاتفورم بتاعتها. فانت دلوقتي من ناحيه لو انت تتكلم على كاستمر او ايفن حتى هايبر سكيلر، فانت دلوقتي عندك التو اوبشنز. عايز انفيديا، فانت ممكن تروح دايركت لانفيديا وجواها البرين بتاعها يبقى سيسكو اللي هو سيسكو 1، او الموديل العكس، عايز سيسكو فانت ممكن تروح كبرودكت كسيسكو لكن من جوه هو البرين بتاعه انفيديا. ده كده استراتيجي يعني عظيمه بينهم هما الاثنين، او بارتنرشيب كبيره بينهم هما الاثنين. لكن عامه دي واحده من الاستراتيجي عند سيسكو. في استراتيجي بقى بتاعتها هي السويتشات بتاعتها بالشيبسيت بتاعتها، وهنا عندهم اكتر من سيريز واستراتيجي مختلفه تماما عن اريستا. خلينا نتكلم دلوقتي على البورتفوليو اللي بتقدمه سيسكو. من ناحيه الليف هم عندهم 9364، وده جاي كده من اسمه 64 بورت، كل بورت منهم 800 جيجا، ده كده جزء الليف او توب فراك سويتشنج.
من ناحيه السباين عندهم ال 9808 برضه في الليفل بتاع النكسس او الليفل بتاع ال 9 كي، وده جايب 144 بورت، كل بورت منهم 800 جيجا. مش الاكبر في الريدكس، لان احنا زي ما قلنا هم جايين بفكره الهيراريكال، عكس اريستا اللي هي جايه حاطه اغلب البورتات في اللاير بتاعت السباينز. وسيسكو عندها السوبر سباين، ده الدور اللي فوق السباين كمان يعني. وده هم سيريز كان مختلفه خالص عن 9 كي، هي ال 8800. تمام. وايفن حتى هي ما بترنش نكسس، هي بترن اي او اس اكس ار، وجايه بعدد بورتات 648 بورت، كل بورت منهم 800 جيجا. طيب لو هنتكلم عن الباور والكولينج عامه، سيسكو بتعمل ايه؟ سيسكو بتتبنى ستاندر كده اسمه ال بي او. تمام. فكرتها بما ان هي بتكنترول السبلاي تشين انكلودنج كمان الترانسيفرز، فهي شايفه ان الترانسيفر باي ذا واي هو في جزء مهم قوي اسمه الدي اس بي، الديجيتال سيجنال بروسيسنج، شبايه جوه الترانسيفر نفسه او جوه الاس اف بي نفسها. سيسكو بتقول ان الشبايه دي بتستهلك حراره كبيره، او هي السبب الاساسي ان هي بتعمل حراره كبيره، وفي نفس الوقت فيها ليتنسي. طب ما تيجي نشيل الشبايه دي كلها من على بعضها في المسافات الكبيره، ايه اللي هيحصل؟ بالشيبسيت بتاعتهم اللي هي سيليكون 1، هي باورفول انف ان هي بتبوش سيجنال قويه جدا، بحيث ان هي ما بتحتاجش يحصل لها كليننج. يعني جزء الدي اس بي هنا احنا مش محتاجينه خالص. لكن هم عامه ما بيتكلموش على مسافات كبيره، ما بنتكلمش مثلا حتى على كيلو او حتى على 100 متر، انت بتتكلم على 4 متر بس. السيليكون 1 تقدر يسبورت ان هي يبعت السيجنال دي لمسافه كبيره من غير ما يحصل فيها تشويه. سيسكو عندها كونسبت اليونيفايد بفر واحد لكل سويتش، اي بورت يعرف يستخدمه، وبالتالي لو الجي بي يو بعت سبايك او في ترافيك حصل له سبايك مره واحده، فهو يقدر البورت ده ياخد من البفر ده. من ناحيه الاوبزرفابيلتي، احنا زي ما احنا عارفين سيسكو عندها دي سي ان ام اللي هو اتطور بقى نيكسس داشبورد، وفي برضه سوليوشن تاني سيسكو منزلاه اللي هو سيسكو كروس ورك نتورك اوتوميشن. ستيل برضه مش واضح الملامح بتاعته الى حد ما، الانتجريشن بتاعته شكلها ازاي، لكن ما اعتقدش انها تختلف عن اريستا في حاجه. نفس البولينج اللي بيحصل من السويتشات او بيحصل في نفس الوقت من الجي بي يوز، ويعرف يعمل كورليشن ما بين الجوب اي دي وما بين النتورك ليتنسي او اي مشاكل بتحصل من ناحيه النتورك. ده كده ملخص سريع عن سيسكو بورتفوليو واللي بتقدمه في الاي اي داتا سنتر. خلينا نتنقل من سيسكو لواوي ونشوف هما بيعملوا ايه. ومن سيسكو بنطير للصين عشان نشوف الفلسفة المختلفة تماما لشركة واوي. واوي مش بس فيندور شبكات، دي شركة بتلعب لعبة الفول ستاك اي اي، وغالبا هي الوحيدة بعد انفيديا اللي بتقدر تعمل كده. وده طبعا بسبب العقوبات اللي عليها واللي خلتها تطور كل سنتي في منظومتها للوصول للالتيميت فيرتيكال انتجريشن. يعني هي الوحيدة اللي بتصنع الجي بي يوز اسنت، والاي اي فريم ورك مايند سبور، والنتورك سيليكون الخاص بيها او السولار اسكس. هواوي فلسفتها بتعتمد على الاستقلال التقني الكامل، وده اللي بيخلق لنا سينج هو انتليجنت نتورك. في طبقة الليف، واوي بتقدم الكلاود انجن 9800 سيريس، وحش صيني بيقدم 64 بورت 800 جيج انترفيس في مساحة 2 راك يونت. ومع دخول عصر ال 1.6 تيرا، واوي أعلنت عن موديلات بتوصل ل 64 بورت 1.6 تيرا في أجهزة السي اي 9800 الجيل الجديد. أما في طبقة السباين فبيجي دور الكلاود انجن أو سي اي 16800 اكس، واللي بيحتوي على سولار سيليكون اللي فيه embedded AI شيب جوه السويتش نفسه، وظيفتها إن هي تحلل الترافيك لحظياً. وهنا بقى بنشوف الرد التقني لهواوي على السيل سبرينج والدي ال بيز وغيرها من التقنيات، وهو بروتوكول ال NSLB أو Network Scale Load Balancing. ال NSLB مش بس بيوزع الفلوز، ده بياخد كمان فيدباك من الشبكة بالكامل في أقل من 10 مايكرو سكند، وبناء عليه بيوزع الترافيك بذكاء يضمن زيرو باكيت لوس طبقا لهواوي، وكفاءة استخدام لينكات بتتخطى ال 95%، وده اللي هواوي بتسميه I Lossless 2.0، واللي هدفه الأساسي طبعا تقليل الجوب كومبليشن تايم أو GCT لأقصى درجة. ومن النقط اللي هواوي متفوقة فيها جدا هي الليكويد كولينج، لأن هواوي بتبني الداتا سنتر فاسيليتي بالكامل. أجهزتها زي السي اي 16800 اكس بتيجي بنظام تبريد سائل مدمج بيغطي الاسكس والباور موديولز، وبيوصل بالبي يو اي او الباور يوسج افكتفنس لاقل من 1.15، وده رقم بيوفر طاقه مرعبه في الاي اي كلاسترز الضخمه اللي بنشوفها في مشاريع زي شينزن اللي واصل ل 10000 جي بي يو. وعشان تدير طبعا المنظومة دي، فهواوي بتقدم الاي ماستر ان سي اي فابريك
اللي هو الأوركستريتور الخاص بمنظومة هواوي. النظام دوت بيعمل ديجيتال توين كامل للشبكة، تقدر تعمل سيموليشن لتدريب موديل معين زي لاما 4، وتعرف الاختناقات ممكن تحصل فين قبل ما تحصل فعليا. ومع ال AI Ops أو ال AI Operations، فالسيستم دوت بيقدر يتوقع السايلنت باكيت دروبس ويحلها اوتوماتيكيا. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لاخر حلقتنا واتكلمنا على اكبر 4 شركات بيتنافسوا حاليا في الاي اي داتا سنتر: اريستا، اتش بي نتوركينج، سيسكو، هواوي. زي ما انتم شايفين كل شركه ليها فلسفتها الخاصه واللي بتراهن عليه. في اللي بيراهن على الميرشد سيليكون ومكمل معاه، وفي اللي بيقدم لك ايكو سيستم متكامل من اول الكمبيوت والسكيورتي والنتوركينج لكن معتمد على الكاستم سيليكون اللي بيبنيه، وفي اللي بيعمل لك ميكس ما بين الاثنين او بيقدم لك التو سوليوشن ده وده وانت اللي تختار ما بينهم، وفي اللي بسبب العقوبات اللي المفروض عليه مضطر يعمل لك كل حاجه من اول شبايه السيليكون لحد العدسه بتاعه الترانسيفر. زي ما انتم شايفين كده مفيش حاجه اسمها احسن شركه في المطلق، كله معتمد على شكل الكلاستر بتاعك، حجم الورك لود هيبقى قد ايه، ومدى موقفك من الفندور لوك ان. الشيء المؤكد ان السوق بيتحرك بصوره جنونيه، وكل فتره والتانيه وكل شهر والتاني بنلاقي اسيت جديد بينزل بيغير في الموازين او بورتفوليو بيطلع بيقلب كمان في الماركت. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، شاركوها مع زمايلكم في الشغل، واقترحوا علينا في الكومنتات نتكلم على ايه في المرات الجايه. شكرا انكم سمعتونا، ونتقابل في حلقه جديده من تلكو بايس بالعربي. سلام.